مشاهير جابوا العيد ودخلوا السجن لأسباب غريبة جدا. على سبيل المثال السرقة شيء جدا سيء وكنا متفقين على هذا الشيء، ولكن الأسوأ من السرقة هو السرقة أمام الكاميرات، والأسوأ من الأسوأ هو أنك تسرق أمام الكاميرات وأنت شخص مشهور كل الناس بتعرفك. وينونا رايدر هي ممثلة أمريكية من مواليد 1971، وواحد من أشهر أعمالها اللي شاركت فيها هو مسلسل فريند اللي أتوقع 150% منكم بيعرفوه. هاي الممثلة المحترمة صورتها كاميرات المراقبة في أحد المتاجر وهي بتحاول تسرق منه ملابس، وهذه الحادثة صارت في سنة 2001. فتم إلقاء القبض عليها مباشرة بعد هذا الفيديو، وحكموها أنها تقضي 480 ساعة تحت الرعاية الاجتماعية، وأيضا غرموها بغرامة مالية قدرها 10,000 دولار. حتى تدافع عن حالها قالت أنه هي كانت عم تعاني من الاكتئاب، وأنه في وقت الحادثة هي كانت شاربة الحبوب، وهي الحبوب هي اللي أثرت على تصرفاتها. ولكن القاضي ما اقتنع بهي الحجة ومشيت عليها القضية. ثانيا الممثل إزرا ميلر أو المعروف باسم ذا فلاش، أحد أشهر شخصيات مارفل في العالم. في سنة 2020 أحد معجبين أرزا أو خلينا نقول ذا فلاش شافه بالصدفة وحب إنه يتصور معه، وبالفعل في شخص طلع الكاميرا حتى يصور صديقته وهي كانت عم تتناقش أو تتكلم مع ذا فلاش. ولكن فجأة بعد ما اشتغلت الكاميرا ذا فلاش أو أرزا بقرر إنه يتهجم على هاي البنت ويخنقها. هلا هو قال إنه في وقت هذه الحادثة كان سكران، ولكن برأيي انه هذا التجسيد الحرفي لمقولة عذر اقبح من ذنب، يعني مو بس انا ضربتها وكنت سكران. Learn it? Did you want to fight? Is that the deal? Whoa, bro. الموضوع ما وقف هون بس، لأنه في سنة 2022 تم إلقاء القبض على ذا فلاش مرة تانية بتهمة الاعتداء والبصق على أحد الأشخاص في الشارع. ذا فلاش أو أزرا قال إنه سبب الخلاف بينه وبين هذا الشخص كان ال NFT والكريبتو، يعني واضح إنه في حدا كان عم يحاول يشتري منه NFT أو العكس، وصار بيناتهم الخلاف وقرر إنه يعتدي عليه ويضربه. شوغ نايت أو مدير الشركة اللي كان يشتغل فيها الرابر الشهير توباك، هذا التعريف جدا جميل لأنه فعليا شوغ نايت انعرف من وراء توباك. هذا الإنسان عليه شبهات كثيرة، وأولها هي مقتل الرابر توباك، لأنه شوغ نايت كان مع توباك في نفس السيارة اللي انقتل فيها، ولكن سبحان الله توباك مات وشوغ نايت ما صار له شيء. المهم هذا مو موضوعنا صار في سنة 2015. في هاي السنة تم إلقاء القبض على شوغ نايت بعد حادث سير عمله في شوارع فلوريدا وضرب سيارة فيها شابين. الحادث صار بسبب شوغ نايت لأنه كان جاي بشكل مسرع. هذا الحادث أدى إلى مقتل واحد من الشباب اللي كانوا في السيارة، ونتيجة هذا الحادث شوغ نايت تم حكمه بالسجن لمدة 28 سنة. ويل سميث أتوقع أغلب الناس اللي بتعرف ويل سميث حاليا بتعرفه من مسيرته في التمثيل، ولكن اللي ما بيعرفوه الأغلبية هو أنه ويل سميث كان رابر. وفي سنة 1989 لما كانت مسيرة ويل سميث كرابر في بدايتها تم اعتقاله لتورطه في الاعتداء والضرب على شخص اسمه ويليام هندريكس. ويليام هندريكس كان بيشتغل كمسوق في أحد شركات الإنتاج الموسيقي. على ما يبدو انه صار خلاف بيناتهم، خلاف عمل، وقرر ويل سميث انه يأمر البادي جارد او المرافق تبعه انه يضرب ويليام هندريكس، وبالفعل البادي جارد نفذ طلب ويل سميث، وويليام هندريكس اكل قتله حرفيا تكسرت عظامه فيها وكان على وشك انه يعمى. لذلك تم اعتقال ويل سميث وسجنه لفترة قصيرة جدا لسبب انه هو كان المحرض مو منفذ الجريمة، فهو كان المحرض بس. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى الاشتراك في حساب هياط للمزيد من الفيديوهات.